لو رفع السعر هيخسر الزبون، ولو قلله يخسر فلوسه. طب الحل ايه؟ اول حاجه احسب التكلفه الحقيقيه. قبل ما تحدد السعر لازم تبقى عارف تكاليف الانتاج بالكامل عندك ايه، مواد خام، شحن، تغليف، وقت، مجهود، مصاريف اضافيه زي التسويق والايجار. الكلام ده كله لازم تحسبه كله على بعض، ودي بنسميها التكلفه الحقيقيه. رقم 2، تبدا تحدد هامش الربح المناسب. يعني ما تسعرش منتجك على قد التكلفه، لازم تحط هامش ربح يضمن انك تقدر تكمل وتستمر. رقم 3، حاول تستخدم فكره التسعير النفسي. يعني بدل ما تقول 100 خليها 99، العميل هنا هيحس انه ارخص. وفي نفس الوقت تقدر تعمل باندل او عروض زي اشتري 2 وخد التالتة هديه، وده بيزود قيمه الصفقه بالنسبه لك. رقم 4، حاول تكون مراقب جيد للسوق. ما تقارنش نفسك بالكل، يعني مش لازم تكون انت ارخص واحد في السوق، لكن لازم تقدم قيمه بتبرر السعر بتاعك. رقم 5، اختبر وعدل حسب التفاعل. يعني جرب السعر وشوف رد فعل العملاء، ممكن تحتاج تزود او تقلل على حسب المبيعات.